انت مش لوحدك جوه دماغك، في لحظات كده بتحس انك مش فاهم نفسك، بتضحك وفجأة تدمع، تتحمس وبعد كده تنهار. طب هو احنا كده ليه؟ فيلم انسايد اوت جاوبنا على السؤال ده. تخيل معايا ان جوه دماغك في 5 كائنات بتتحكم في كل مشاعرك: فرح، ايجابيه ومتفائله وعلى طول مبتسمه زي موظفين خدمه العملاء; حزن، هاديه وحساسه جدا ودايما حزينه; خوف، بيخاف من كل حاجه وهو ده اللي بيحمي البطله بتاعتنا; غضب، بينفجر من اقل حاجه; اشمئزاز، مهتمه بالمظهر قوي والرقي وبتبعد رايلي عن اي حاجه مقززه. فيلمنا بيبدا بمشهد ولاده بطلتنا، وبطلتنا هي رايلي. بنشوف رايلي وباباها ومامتها شايلينها وهي بتضحك، وطبعا بيكون السبب فرح، وفرح هي اول مشاعر رايلي. وبنشوف اول ذكريات رايلي السعيده وهي بتروح على مركز القياده زي بقيه الذكريات، وبتكون رايلي سعيده وبتضحك بسبب وجود فرح، وفجاه بنلاقيها بتعيط. وفي مركز القياده فرح ما بتكونش عارفه ايه السبب. بنكتشف ان صاحبتنا حزن ظهرت معانا وبدات دورها في النكد، وهوب بقت غرفه التحكم عباره عن مشاهد كتير، ورايلي بدات تكبر شويه وتبتدي تلعب وتجري. وهنا خوف بيتدخل عشان يحافظ على انها لا تقع ولا تتاذي، ما هو بيقولك من خاف سلم. وبيجي وقت الاكل وبيكون الاكل بروكلي، وبتدخل اشمئزاز ورايلي بترفض الاكل. معاها حق برضه، ما هو البروكلي اصلا ما يتاكلش، بس للاسف بنعرف ان باباها قال لها لو ما اكلتيش مفيش حاجه حلوه. وغضب اتدخل وخلى رايلي غضبانه جدا. اشمعنى يعني؟ ما هو كله عمال يلعب. وفي الاخر اكلت البروكلي. كل الذكريات دي بتتنقل مركز القياده، وفرح بتمسك ذكرى من الذكريات اللي هي السبب فيها، وبتكون فيها رايلي في قمه سعادتها. وبنعرف ان اهم الذكريات دي اسمها الذكريات المركزيه، بتكون فيها اهم واسعد لحظات رايلي، زي مثلا اول جون جابته، وكل ذكرى مركزيه بتاثر عليها بشكل مختلف، زي مثلا انها بتعشق الهوكي فبقى عندها جزيره اسمها جزيره الهوكي، ودي جزر خياليه في عقل رايلي. وفرح بتعرفنا على بقيه الجزر: جزيره العيله، وجزيره الظرف، وجزيره الصداقه والصدق. الجزر دي هي اللي بتبني شخصيه رايلي، وبتكبر رايلي وهي سعيده لحد هنا الامور كانت تمام. بس الدنيا مش دايما بتمشي زي ما احنا عايزين. اهل رايلي قرروا ينقلوا ولايه تانية، وطبعا مشاعر رايلي اتلخبطت ومش فاهمين المفروض يعملوا ايه. فرح قررت تتدخل وتحاول تخلي رايلي سعيده على قد ما تقدر. بنشوف رايلي وهي متحمسه وهي راكبه العربيه في الطريق للولايه الجديده، وعماله تتفرج على كل حاجه حواليها، وعماله تفكر في يا ترى شكل البيت الجديد هيبقى حلو. ترسم في خيالها بيوت جميله جدا. بتوصل رايلي اخيرا بعد طريق طويل. رايلي اتصدمت نوعا ما، يعني ما طلعش شبه اللي هي توقعته، لا هو مش شبهها خالص بصراحه. كل المشاعر اتوترت وعمالين يلعبوا في لوحه التحكم. رايلي اتلخبطت جدا، بس فرح اتدخلت وقررت تسعد رايلي وتعرفها ان ممكن في كل مكان نخلق لنفسنا طريق للسعاده، وبتخليها ترسم شكل لاوضتها كيوت ولذيذ. بس في الاخر بتلاقي فار ايو، بس برضو مفيش يأس، هننظمها بشكل هي تحب. وبتروح رايلي تشوف العفش، بس بتتفاجئ ان العربيه بتاعت العفش مش هتيجي النهارده. كل حاجه بتتلخبط، وباباها ومامتها ابتدوا يتخانقوا، بس فرح كالعاده حشرت نفسها واتدخلت، خلت رايلي تلعب هوكي معاهم مع باباها ومامتها، وبدات الدنيا تبقى احسن شويه وبقوا مبسوطين. جت مكالمه لباباها غالبا ضايقتهم، باين كده ان مفيش فايده، المصايب بتيجي بالجمله. قررت رايلي تروح مع مامتها يروحوا ياكلوا بيتزا، بس لقوها بالبروكلي. يوه، الدنيا عماله تبوظ كل ما تيجي تصلحها، بس برضو لا تراجع ولا استسلام. فرح جابت ذكرى من الذكريات المركزيه وفكرت بيها رايلي. فجاه رايلي زعلت. ايه ده؟ في ايه؟ حزن لمستها. بنعرف ان حزن لو لمست اي ذكرى مركزيه بتبقى الذكرى كلها حزينه ومؤلمه. فرح حاولت ترجع الذكرى سعيده تاني بس فشلت، وطلبت من حزن انها تبطل تلمس اي ذكرى مركزيه. رايلي بتلعب، وفجاه وهي بتلعب ذكرى مركزيه وقعت وعطلت جزيره المرح. فرح بسرعه صلحت الوضع. رايلي بتنام، وبنعرف ان في نهايه كل يوم الذكريات بتروح للذكريات طويله المدى، وفرح بتحاول تخليها تحلم حلم حلو بدل اللي حصل في اليوم الغريب. لكن كل احلام رايلي مزعجه جدا ووحشه، فخدت فرح ذكرى مركزيه سعيده ودخلتها احلام رايلي عشان تبسطها، والحمد لله اليوم عدى بسلام. صحيت رايلي وكل المشاعر متوتره. النهارده اول يوم مدرسه والمكان جديد وما عندهاش صحاب، وخوف قام بالواجب وحط كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل تضايق رايلي عشان يبعدها عنها. ومن اول دقيقه في الفصل حصل الحاجه الوحيده اللي هو ما توقعهاش. المدرسه ندهت عليها وطلبت منها تحكي عن حياتها القديمه، وبدات رايلي تحكي عادي، بس حزن قررت تتدخل وتحشر نفسها ولعبت في لوحه التحكم وحولت الذكرى دي لذكرى حزينه. وفرح حاولت تنقذ الموقف، بس للاسف الدنيا باظت اكتر. الذكريات المركزيه وهم بيتخانقوا وقعت، وجزر عقل رايلي كلها اتعطلت، وفرح وحزن اتشفطوا مع الذكريات اللي بتروح للذاكره طويله المدى. ورايلي كل مشاعرها اتلخبطت قوي، وفرح وحزن اتشفطوا لذكريات طويله المدى، ومعاهم الذكريات المركزيه اللي هي اصلا بتبسط رايلي. ولازم فرح ترجع المقر الرئيسي في اسرع وقت، لان من غيرها رايلي مش هتبقى سعيده. ورايلي عماله تتصرف بشكل غريب جدا، مطفيه، حتى لما مامتها قالت لها ان في فريق للعب الهوكي اللي هي اكتر حاجه بتحبها، بس اللي ردت كانت اشمئزاز
ومش باين عليها الفرح، ومامتها مستغربه، وبناخد نظره كده جوه عقل مامتها وبنشوف غرفه القياده عندها وهي مندهشه من تصرفات رايلي، وكمان بندخل جوه عقل باباها. ايه ده، هي لعبه ولا ايه؟ كل شويه نخش جوه عقل حد. المهم وبندخل جوه عقل باباها وبنشوف غرفه التحكم عنده وغضب بيسيطر على الموقف، وبنرجع لفرح وحزن وهم في طريق العوده للمركز الرئيسي، وبيكون اقصر طريق وهو انهم يعدوا على جزيره الظرف، على جسر فوق الذكريات، ولو وقعوا هيتنسوا خالص. الذكريات دي لما بيعدي عليها وقت بتتنسي اكنها ما حصلتش. وبنشوف باباها راح يعتذر لها ويلعب معاها بس هي مطفيه خالص، وعشان كده جزيره الظرف بتنهار، وكده بيكون اقصر طريق للوصول لمركز القياده خلاص اتدمر، وباباها سابها وقال لها تصبحي على خير. رايلي راحت في النوم وقررت فرح انها تعدي على جزيره الصداقه، وحزن متشائمه جدا ان هم هيتوهوا في الذكريات طويله المدى لانها كلها ممرات كبيره، بس حزن كانت قرأت كتاب عنها قبل كده. فرح قررت ان حزن هي اللي هتقودهم لطريق العوده لانها عارفه الطريق، وفضلت تجرها لطريق العوده. وقابلوا في الطريق عمال الافكار، ودول اللي بياخدوا الذكريات اللي رايلي بدات ما تركزش فيها خالص وتستخدم جهاز عامل زي المكنسه بيشفطها ينقلها للذكريات اللي بتتنسي. عارفين لما فجاه تفتكروا اغنيه كده بتاعت اعلان وتفضلوا تغنوها؟ هم دول عمال الافكار، هم اللي بيفكرونا بيها. المهم بقى فرح سالتهم عن طريق العوده للمركز الرئيسي. رايلي بتكلم صاحبتها بس يا ريتها ما كلمتها، بتلاقي ان صاحبتها صاحبه واحده تانية وبقت قريبه منها جدا، فبتتعصب قوي وبتنهار جزيره الصداقه، وكده الطريق التاني للعوده انهار. فبيقرروا يرجعوا من الطريق الطويل، وفي الطريق بيقابلوا بينج بونج صديق رايلي الخيالي، نصه فيل ونصه قطه، وبيعيط سكاكر، وبيطلبوا منه يساعدهم يرجعوا للمقر الرئيسي، وبيقرر يساعدهم، وبيقعدوا يفتكروا كل ذكريات بينج بونج مع رايلي، وبيقول لهم ان هم هيركبوا قطر الافكار اللي بيقف في محطه ارض الخيال، وعلشان يوصلوا لازم يعدوا من الافكار التجريديه. حزن حذرتها وفرح ما سمعتش الكلام ومشيت ورا بينج بونج، ودخلوا جوه وبنشوف عمال الافكار وهم بيشغلوا الافكار التجريديه عشان يدوبوا اي اجزاء جوه المكان. وحزن بتعرفنا ان المكان ده بيمر باربع مراحل، واول مرحله هي التجزؤ اللاموضوعي، والمرحله الثانيه ان هم بيتفككوا وبيتجزأوا لقطع كتيره وبيحاولوا يجروا، بس المرحله الثالثه دي بيبقوا زي الرسم كده ثنائي الابعاد، وبيوصلوا للمرحله الاخيره. وحزن بتقول لهم يناموا بسرعه على بطنهم عشان يقدروا يخرجوا من الباب، بس ما لحقوش القطر. بينج بونج قال لهم ان في محطه تانية عشان يلحقوا القطر فيها، بس هيعدوا من طريق مختصر تاني اللي هو ارض الخيال، فيها غابه بطاطس مقليه، وفيها مدينه الجوائز ومدينه الغيوم، طبعا كلها غيوم اكيد، وبيت من الكوتشينه. وفي الطريق لقوا الصاروخ بتاع بينج بونج وبيشوفوا صاحبها الخيالي وكمان عالم الحضانه. وبنرجع بقى لرايلي وهي في فريق الهوكي الجديد، بس جزيره الهوكي متعطله في مركز التحكم. حاولت بقيه المشاعر انها تصلح الموضوع وتحط ذكريات عن الهوكي عشان الجزيره بس تشتغل، بس كان الموضوع بيبوظ وكل حاجه باظت. رايلي سابت التمرين وجزيره الهوكي اتدمرت، وبنروح لفرح وحزن وبينج بونج في طريق العوده وهم شايفين جزيره الهوكي بتنهار، ولقوا حاجات كتير بتتدمر زي متحف الدببه وقصر البسكوت. وعمال الذكريات خدوا صاروخ بينج بونج ورموه. حزن بدات تعيط، خلت بينج بونج يعيط على ذكرياته مع رايلي، بس الغريبه انه بعد ما عيط بقى احسن بكتير. يا ترى هنكتشف حاجه قدام؟ وفرح كانت مستغربه هي ازاي قدرت تعمل كده، بس اخيرا لحقوا القطر وركبوا خلاص. نرجع لمركز القياده. غضب قرر يتدخل ويجيب فكره جديده، وهي انه يخلي رايلي تهرب وتروح لمينوسيتا اللي هي كانت سعيده فيها. فرح وحزن القطر وقف بيهم لان رايلي نامت، وهم كده اتاخروا جدا وكل حاجه عماله تتدمر. بس حزن قالت فكره حلوه، وهي انها تصحي رايلي عشان يوصلوا اسرع، وعشان يصحوها راحوا للمكان المسؤول عن صناعه الاحلام، وكان مكتوب على الباب ان ممنوع الدخول والنور الاحمر منور. طبعا اكيد هما ما سمعوش الكلام. دخلوا والحلم كان وحش جدا، اسوأ حلم ممكن حد يحلمه خالص. ودخلت حزن وخوفت رايلي، والشرطه اخذت بينج بونج لمركز اللاوعي، وبينج بونج معاه الذكريات المركزيه. كان لازم فرح وحزن ينقذوه، وبيتدخلوا وبيقابلوا اسوأ مخاوف رايلي زي البروكلي ومكنسه جدتها اللي بتخاف تشفطها، وبيمشوا ورا السكاكر اللي بتقع من بينج بونج عشان يعرفوا الطريق. وبنشوف المهرج وهو من اسوأ مخاوف رايلي ومخاوفنا كلنا بصراحه، شكله يخوف قوي. وهربوا بينج بونج واخدوا الذكريات عشان يلحقوا القطر، بس القطر مش هيتحرك طول ما رايلي نايمه. بتيجي فكره الفرح انها تصحي المهرج ويجروا وياخدوه لصناع الاحلام، فرايلي تخاف وتصحى. خطتهم نجحت والقطر اشتغل وركبوا القطر اخيرا. وفي مركز القياده غضب قرر ينفذ الخطه، ورايلي تبدا في تنفيذ خطه الهروب،
وبتتسحب وبتسرق من شنطة مامتها الفيزا، وجزيرة الصيد بتنهار والقطر بيقع بفرح وحزن وبينج بونج، وعمال الذكريات بيقولوا الفرح ان رايلي هتهرب وبيجروا على جزيرة العيلة عشان يحاولوا يرجعوا بأسرع وقت، بس جزيرة العيلة كمان بتنهار. بيلاقوا أنبوبة ودي بتطلع أنبوبة التذكير وبيقرروا يرجعوا من خلالها. الذكريات طويلة المدى بدأت تنهار وفرح قررت تروح لوحدها مركز القيادة من غير حزن، بس الأنبوبة وهي بتتحرك انهارت وفرح وقعت في الذكريات اللي بتتنسي وقابلت بينج بونج وقعدت تفتكر كل حاجة وتعيط. لأول مرة فرح بتعيط وبتفهم حاجة مهمة قوي، ان الحزن احيانا هو اللي بيخلينا نتواصل مع الناس، مش لازم دايما نبقى مبسوطين، مشاعرنا كلها ليها دور. وبتكون عاوزة ترجع بسرعة للمركز الرئيسي وبتغني عشان تلاقي صاروخ بينج بونج عشان تقدر تطلع من مركز الذكريات اللي بتتمحي قبل هي كمان ما تتمحي. وبتحاول كتير هي وبينج بونج انهم ما يخرجوا. بينج بونج بيبدأ يتلاشى، بيقرر انه يضحي بنفسه ويفضل تحت ويتنسي عشان فرح تقدر تطلع بالصاروخ، وبيختفي بينج بونج. اهل رايلي بيرجعوا البيت وبيدوروا عليها وبيتصلوا مش بترد، ورايلي في الطريق للولاية التانية وفرح بتدور على حزن. رايلي رايحة تركب القطر وجزيرة العيلة بتتدمر وبقية المشاعر بيحاولوا يخرجوا الفكرة من دماغ رايلي، بس للأسف هم مش عارفين. وحزن بتهرب من فرح عشان فاكرة ان رايلي احسن من غيرها. لوحة التحكم علقت، فرح بتطارد حزن. فرح جات لها فكرة تستخدم حبيب رايلي الخيالي عشان تقدر تعمله زي الجسر توصل للمركز الرئيسي من خلاله، وقدرت توصل لحزن اللي كانت راكبة سحابة ووصلوا اخيرا للمركز. بس لما وصلوا فرح قالت لحزن انت الحل، رايلي محتاجاكي، وهي اللي قدرت تخرج فكرة الهروب من لوحة التحكم. رايلي وقفت القطر ونزلت جري وروحت البيت. فرح ادت لحزن كل الذكريات المركزية عشان ترجعهم مكانهم. رايلي فضلت تعيط لما افتكرت كل الذكريات. فرح بتسيب الساحة للحزن اللي بياخد اول خطوة وبيخلي رايلي تعيط لأول مرة قدام اهلها وتحكي انها مش كويسة لأول مرة، وقالت لأهلها ان بيتها وبلدها وصحابها وفرقة الهوكي وحشوها، وهم كمان قالوا لها ان كل حاجة وحشتهم. حزن مسكت ايد فرح وتحكموا سوا في لوحة التحكم وتكونت اول ذكرى مركزية جديدة بجزيرة العيلة الجديدة. فرح وحزن بصوا لبعض وبقوا ايد واحدة وبنت جزر جديدة كتير. رايلي بتسترجع ذكرياتها، بتفهم نفسها، والمشاعر كلها بتشتغل سوا. لوحة التحكم بتتطور وبقى فيها ذكريات مختلطة فرحانة وحزينة في نفس الوقت، وفي زرار جديد كده اسمه سن البلوغ. رايلي بتسترجع ذكرياتها، بتفهم نفسها. الدرس الحقيقي من القصة دي مش انه بس كرتون، ده درس في علم النفس بيشرح ازاي كل مشاعرنا جزء مننا وان مفيش مشاعر غلط. الحزن مش عدونا، ده اللي بيخلينا نحس ونعرف احنا محتاجين ايه، وفريق المشاعر جواك شغال طول الوقت عشان يحافظ عليك. تخيل معايا ان كل حاجة بتفكر فيها وكل احساس جواك مش انت اللي بتتحكم فيه. في الجزء الاول شفنا مشاعر زي الفرح والحزن والغضب والخوف والاشمئزاز وهم بيتحكموا في حياة رايلي، بس في الجزء التاني الموضوع بقى اصعب. رايلي كبرت وبقى عندها مشاعر جديدة اخطر واعقد. يا ترى ايه اللي هيحصل لما القلق يدخل ويقلب النظام كله؟ معاكم مريم من قناة الخلاصة في الأنوثة، ولو بتحب تفهم القصة كاملة من غير ما يفوتك اي تفصيلة بس على السريع فانت في المكان الصح. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فيلمنا بيبدا في مركز القياده وبنشوف كل مشاعر رايلي وهي بتستعد ومتحمسين جدا لماتش الهوكي، وبنشوف رايلي بعد ما كبرت وكمان اهل رايلي وهم متحمسين وبيشجعوها. وجوه دماغ رايلي كل مشاعرها بتشوف مهمتها، ورايلي بتاخد انذار وايقاف لمده دقيقتين، وحزن طبعا بتكبر المواضيع كالعاده. وفي الدقيقتين دول فرح بتلخص لنا اللي حصل ورا الكواليس، وبنشوف رايلي وهي بتحاول تطبخ وكمان وهي بتتكرم في المدرسه لانها متفوقه، وهي برضو بتساعد الناس وبتاكل قطط الشوارع. وبنشوف اهلها وهم بيحتفلوا بعيد ميلادها ال13 وده بيكون سن المراهقه، وبتكون طولت حبتين 3 وكمان ركبت تقويم اسنان بقساتك ملونه. وبنعرف ان كمان جزر شخصيه رايلي بقت اكتر واكبر من الاول بكتير، وبتكون جزيره الظرف لسه شغاله، وجزيره العيله كمان، وجزيره الصداقه بتكون اكبر من الاول بكتير. وبنعرف ان الذكريات مش بس بتبني جزر الشخصيه دي، كمان تقدر توصل لحد اعماق عقل رايلي عشان تقدر تكون القناعات. وبناخد لفه في حياه رايلي الفتره اللي فاتت، وبتكون اهم قناعه فرح بتحبها ان رايلي بتكون صديقه وفيه، وبتشوف واحده زميلتها في المدرسه بتتحط في موقف محرج وبتكون فرح عاوزه تتدخل بس باقي المشاعر بيرفضوا. بس في حاجه غريبه بتحصل في غرفه التحكم لما رايلي بتروح تساعد البنت، وبنعرف ان القناعات لما بتتجمع سوا بتكون حاجه اسمها جوهر الشخصيه، وده اللي بيساعد رايلي انها تاخد افضل القرارات. وبتتجمع المشاعر وبتكون منبهره بجوهر شخصيه رايلي جدا، وبنعرف ان جوهر الشخصيه ده بيكون ناتج عن ال13 سنه اللي فاتوا من كل المواقف
المواقف اللي مرت بيها رايلي، وفرح بتتكلم وهي سرحانه، وبنعرف ان الوقت سرقهم وان الدقيقتين ايقاف خلصوا. وبنرجع لرايلي في الماتش وبيكون الفريقين اتعادلوا، ومشاعر رايلي بتحاول تحل الموقف ويساعدوها، وجوهر الشخصيه بيلمع اكتر. ففرح بتعرف ان رايلي هتقدر تتصرف، وفريق رايلي بيمشي على الخطه بتاعتهم، وفعلا فريق رايلي بيكسب وبيفرحوا جدا، واهل رايلي كمان بيكونوا فخورين بيها. وبتتسجل الذكرى في عقل رايلي، وبعد ما فازت رايلي وصاحباتها بيري وجريس بالماتش بتجيلهم المدربه وبتبارك لهم على الفوز، وبنعرف انها مدربه من فريق فاير هوكس، وبتقول لهم انها معجبه بيهم هم الثلاثه، وبتقول لهم ان كل سنه زي دلوقتي بتعمل معسكر تدريب لمده 3 ايام، وبتحضروا كل اللاعبات الموهوبات وبتطلب منهم ان هم يحضروه. وفي عقل رايلي مشاعرها بتكون منبهره، وخوف بيكون مش مصدق وبيكون عاوز حد يقرصه، وغضب ما بيصدق وبيقوم بالواجب. وفرح بتقول انهم لو عجبوا الكوتش هتاخدهم كلهم في فريقها السنه الجايه، والمدربه بتسال رايلي واصحابها عن رايهم لو موافقين ينضموا للمعسكر، وفعلا بيوافقوا. والمدربه بتمشي وبتقول لهم انها تستناهم بكره، وبيفرحوا جدا. وبنشوف رايلي واهلها وهم بيكونوا فرحانين بيها جدا، وباباها بيقول لها انها كانت هايله وكل المدربين هيتخانقوا عليها، وهي بتقول له ان ده مجرد معسكر تدريب يعني ممكن ما تتقبلش. لكن فجاه بتظهر ذكرى سلبيه في مركز القياده، ورايلي بتقول لباباها ان غلطتها كان ممكن تخسرهم الماتش، ولو ده حصل في المعسكر برضو ممكن تفشل. بس اهلها بيقولوا لها ان بلاش تفكري كده، وبيدعموها وبيعرفوها انها حقيقي كانت هايله. وفرح بتتدخل وبتشيل الذكرى السلبيه بسرعه، واهلها بيقولوا لها ان هم فخورين بيها جدا. وبنشوف باباها وهو بيهزر ويلعب معاها قبل ما تنام. بتنام رايلي وهي سعيده جدا، وحزن بتدخل وبتقول لهم ان رايلي كده بتقسى على نفسها، وفرح بتعرفها انها تسهلها عليها، وبتورينا ان في نظام حمايه جديد جدا ومتطور لرايلي بس ما بيكونش باين عليه خالص. وبنعرف ان ده جهاز مسؤول عن الذكريات اللي المفروض تترمي في العقل الباطن زي غلطه ماتش الهوكي، وبترميه فعلا في الجهاز. وحزن بتقول لفرح انها دايما بتاخد بالها من رايلي، وبتروح المشاعر كلها عشان يفرزوا الذكريات عشان يتخلصوا من الذكريات السلبيه في العقل الباطن، وبيطلعوا كل الذكريات وبيرموها في العقل الباطن. وفرح بتطلب من غضب يسجل باقي الذكريات في ذاكره المدى الطويل، وبتروح كل المشاعر على النوم عشان بكره يومهم طويل. بس قبل ما فرح وحزن كمان يناموا بتاخد فرح اسعد ذكريات رايلي، وبتسالها حزن انت هتوديهم المكان اللي في بالي؟ وفرح بتقول لها تعالي معايا المره دي. وحزن بتتحمس جدا بس في نفس الوقت بتكون خايفه تروح، وبتقول لفرح انها ما ينفعش تروح هناك خالص، وبتقول لها فرح ان انت الوحيده اللي ما روحتيش نظام القناعات من غير سبب. وبتقول لها حزن ان ده مكان جديد مش معروف بالنسبه لها وانه مهم قوي، وهي ما بتكونش عاوزه تبوظ حاجه او تعمل مصيبه كالعاده. وفرح بتهديها وبتعرفها ان مش هيكون في اي مصايب، وبتقول لها هو انا عمري ضحكت عليكي؟ وبتدخل فرح مع حزن لنظام القناعات، وبتكون حزن مبهوره بالمكان وبقد ايه كل حاجه بتلمع وشكله جميل، وكل ما بيلمسوا حاجه بنعرف منها قناعات رايلي زي انها صديقه وفيه، وان باباها ومامتها فخورين بيها، او انها شخصيه ناجحه، وانها كمان طيبه. وكل ده هو اللي كون لنا جوهر شخصيه رايلي. وبنشوف رايلي وكل مشاعرها هم في سابع نومه، وفي مركز التحكم بيحصل صوت بيصحي فرح من النوم، وبعدها حزن وباقي المشاعر. وبنلاقي في لوحه التحكم زرار بينور ويطفي، وبتقرب منه المشاعر كلها فجاه بينور وما بيطفيش، وبتكون المشاعر مش فاهمه حاجه. وفرح بتحاول تتصرف وتسيطر على الموقف وترمي الزرار ده في الجهاز اللي بتترمي فيه كل الذكريات السلبيه، وبنعرف ان الزرار ده هو سن البلوغ. وبتكون فرح فاكره انها كده انقذت الموقف، لكن فجاه بيقتحم مركز التحكم كائنات غريبه، وبتقول ان ده يوم التدمير، وما بتكونش المشاعر فاهمه اي حاجه، وفعلا بيدمروا المكان. وبنعرف ان هم عمال، وفرح بتطلب منهم يبطلوا تكسير في المقر الرئيسي، لكن هو بيقول لها ما اقدرش دي تعليمات. وبتساله فرح تعليمات ايه؟ بيقول لها ان هم هيوزعوا المكان علشان الباقيين. وفرح ما بتكونش فاهمه او عارفه هو يقصد ايه، وبيقول لها ايه ده هم ما وصلوش. وبيلعبوا في لوحه التحكم، وبابا رايلي بيصحيها عشان المعسكر، والعمال بيقولوا للمشاعر ان ده وقت الاستراحه بتاعه الغداء. وفرح بتقول لهم ازاي هتمشوا وتسيبونا في الهرجله دي، بيعرفها ان هم هيتغدوا وراجعين. ورايلي بتصحى فعلا، ومامتها بتقول لها انت لسه ما حضرتيش شنطتك، وغضب بيدوس على لوحه التحكم، ولكن رد فعلي بيكون قوي جدا، وبتكون متعصبه اكتر من الطبيعي. والمشاعر بتقول لغضب مش ملاحظ انك زودتها شويه، لكن هو بيقول لهم انا لمسته لمسه واحده بس. واضح ان العمال دول بوظوا الوحده كلها. ومامة رايلي بتسالها مالك، وحزن بتتدخل، لكن رايلي بتعيط برضو زياده عن اللزوم. وحزن بتقول لهم انا دوست دوسه واحده بس. وغضب بيقول لهم شفتوا ان مش انا السبب عشان تصدقوني. ورايلي بتشم ريحتها، واشمئزاز بتتدخل وبتدوس برضو على لوحه التحكم، بس برضو الموضوع بيبقى مبالغ فيه عن الطبيعي بكتير، والمشاعر ما بيكونوش فاهمين ايه اللي بيحصل. ومامتها بتبص لها بصدمه واستغراب، وبناخد نظره جوه غرفه التحكم بتاعه مامتها، ومشاعرها بتقول اننا كنا عارفين ان ده هيحصل في يوم من الايام. ومشاعر مامتها بتقول لبعض لازم نعدي المرحله دي بسلام، وخلينا ننفذ الخطه المعروفه بتاعتنا. ومامتها بتحاول تحتوي رايلي، وبتقول لها ما تقوليش عن نفسك
مقرفه، انت بس بتكبري شويه. وبتحكي لها عن الفراشه اللي شافوها في الجنينه الاسبوع اللي فات وانها كانت دوده وكبرت. ومشاعر رايلي بتستخدم حاجه من بعيد عشان ما يدوسوش بقوه على لوحه التحكم، ولما بيدوسوا رايلي بتصرخ في وش مامتها، ومامتها بيكون باين على وشها علامات استفهام وخضه، وجوه دماغ مامتها غضب بيقول ولسه هنشوف كتير في الكام سنه الجايين. وبنرجع لرايلي وهي بتقابل صحابها الاثنين بيري وجريس، وباباها بيوصلهم للمعسكر. وفي غرفه التحكم فرح بتطلب منهم محدش يلمس اللوحه الا لما يحتاجها لحد ما نفهم اللي حصل، وقبلها لازم يقول. ورايلي واصحابها بيكونوا متحمسين جدا، وبتوري لهم رايلي فريق الهوكي اللي هي بتكون معجبه بيه، وبتكون كمان معجبه بمدربه الفريق قوي. وغضب بيقول لهم ان اعجابها بالمدربه زاد، وبتقول رايلي لاصحابها ان كل اللي علينا اننا نشد حيلنا في المعسكر ونعمل شغل حلو قوي، وساعتها ممكن ننضم لفريق فاير هوكس. واصحابها بيبصوا لها باستغراب، واشمئزاز ما بيكونش عاجبها نظراتهم لرايلي. وفرح بتقول لها بطلي افوره، واشمئزاز بتقرر تراجع الفار، وبتقول لهم ان النظره دي وراها حاجه وهي هتقولها. وبتكون رايلي مستغربه نظره صاحبتها ليها، وبندخل جوه غرفه تحكم صاحبتها، واشمئزاز هناك برضه بتكون مستغربه نظره رايلي ليها، وبتقول لهم في غرفه التحكم انها اكيد عرفت ان احنا في حاجه مخبيينها. وفي النص بتكون صاحبتهم الثالثه، وبناخد لفه جوه غرفه التحكم عندها برضه، وغضب بيضرب اشمئزاز وبيدلق على لوحه التحكم شاي، فبيحصل مشكله. وصاحبتها الثانيه بتقول لها انهم منقولين خلاص لمدرسه ثانيه، فبتتصدم رايلي بس هي بتحاول تخبي، وبتقول لهم عادي مش كارثه. وفي عقل رايلي المشاعر كلها بتبقى مخضوضه ومتوتره، وصاحباتها بيحاولوا يطمنوها انهم هيخرجوا هيكونوا سوا كمان في المعسكر، وان صداقتنا هتفضل. ورايلي بتقول لهم اكيد، ولكنها بتكون حزينه ومصدومه، وبتكون حزنها هتتدخل في الموضوع وهتلمس لوحه التحكم، لكن باقي المشاعر بيمنعوها وبيقولوا لها استني لما تنزل من العربيه. وبيوصلوا المعسكر وباباها بيقول لها يا بختكم وبيحمسها، ومامتها بتطمن على ان حاجتها كلها معاها، بس رايلي بتبقى مقريفه وبتتعصب من اقل حاجه. وباباها بيقول لها انه بيحبها وبيسلموا عليها وبيمشوا. واول ما بيمشوا المشاعر بتسيب حزن تدوس على لوحه التحكم عشان رايلي تخرج كل اللي جواها، وبتبدا رايلي تعيط. وفرح بتقول لها خليها تعيط، العياط بيريح القلب. واشمئزاز بتقول لهم بلاش العياط هيورم العينين. وبتشوف رايلي البنات اللي هيكونوا معاها في المعسكر، وفرح بتقول لهم هيبقى عندنا وقت نعيط فيه براحتنا بعد المعسكر. ورايلي بتدور على اصحابها وبتعرف ان كل البنات اللي معاهم في ثانوي، وبيكونوا غضب مش عاوز يروح لهم عشان اللي حصل، لكن فرح بتقول له ايوه دول صحابنا ما ينفعش ما نروحش. وبتكون رايلي في طريقها لاصحابها وبتخبط في حد وبتقع، وبتمد لها ايدها، وبنعرف انها فالنتينا اورتي، وبتساعد رايلي انها تقوم. وبتحاول فالنتينا تعرف نفسها لرايلي، بس رايلي ما بتكونش محتاجه، وبتسبقها في الكلام وتقول لها عارفه ان انت كابتن فريق الدوري وهداف الناشئات ولونك المفضل الاحمر. وفي غرفه التحكم اشمئزاز وحزن بيقولوا ان ده عك وشكلنا اوفر، وبيدخل توتر، وبتشيل ايدها بسرعه. وفالنتينا بتقول لها ايوه انت اللي الكوتش حكت لنا عنك، رايلي من ميشيغان. وبيكون غضب عاوز يقول لها انها من مينيسوتا، لكن اشمئزاز بتوقفه وبتقول له انه ما يصحش نصلح ليفان اورتيز. وبنلاقي رايلي بتتكلم وبتعمل حركات غريبه وبتضحك، وبتقول لها ايوه هي بعينها انا رايلي اللي جايه من ميشيغان. وفرح بتاخد بالها ان لوحه التحكم بقت باللون البرتقاني، وبتسال مين خلاها كده، وكل المشاعر ما بيكونوش عارفين مين اللي عمل كده. وبنكتشف ان في ضيف جديد في مركز القياده، وبيتخضوا، وبتجري على فرح وبتقول لها انها من معجبينها وانهم اخيرا وش في وش. وبتسالها لو عاوزاها تساعدها في حاجه، لو اكتب وراكي حاجه او حتى اعمل قهوه او اكتب مواعيدك. وبتكون فرح مش فاهمه مين دي، وبتحاول تعدي الموقف وتطلب منها انها تريح في اي مكان. وبتسالها عن اسمها، وبنعرف ان دي توتر من مشاعر رايلي الجديده، ومبسوطين قوي اننا هنقدر نساعد. وبتطلع شنطتها وبتسال هتحطهم فين. وبتظهر معانا واحده قزعه وما بتكونش عارفه تطول لوحه التحكم، وبيسال غضب تطلع مين المقروده دي، وبنعرف انها غيره وبرده من مشاعر رايلي الجديده، وبتعجب بشعر فالنتينا جدا وعينها بتلمع، فبتدوس على لوحه التحكم وبتخلي رايلي تقول لفالنتينا بطريقه غريبه ان شعرها تحفه والخصله الحمراء تجنن، وبتكون هتخليها تلمس شعرها بس اشمئزاز بتلحقها. ورايلي بتتكلم بطريقه عبيطه وتقول لها انا لو في الفريق معاكم هعمل خصله حمراء زيكم. وبيظهر كائن ضخم في غرفه التحكم وبيدوس على لوحه التحكم، وبنعرف انه احراج، وبنعرف من توتر انه بيتكسف وممكن ما يردش عليكي، بس قلبه قلب خصايه. وفرح بترحب بيهم كلهم، واحراج بيتحرج. وفالنتينا بتقول لرايلي تعالي جوه افرجك على المكان. وتوتر بتقول لهم انها متحمسه جدا بس اوعوا مبين لها ده خالص. وبترد عليها رايلي ببرود تمام وماله. فغضب بيستغرب وبيقول هو ايه الرد الغريب ده. وبنعرف ان دي ضيفه جديده كمان واسمها ميليلي، وبنعرف انها الملل. وفرح بتقول لها طب تعالي جنبنا، وبتغلط في نطق اسمها كذا مره، وبتقول لها فرح انا هدلعك وهسميكي ميليلي. وبتكون بتتحكم في لوحه التحكم من حاجه زي تليفون كده من بعيد، وبيكون غضب هيتعصب، لكن فرح بتوقفه وبتقول له انه
ممكن في البدايه نحس المشاعر الجديده مش مفيده ونبقى عايزين نخنقها من الغيظ، لكن انا اتعلمت ان كل المشاعر مهمه قوي لرايلي، حتى البومه دي، وهنا كانت تقصد حزن. وبنرجع لرايلي وفالنتينا وهي رايحه تعرف رايلي على المكان وعلى الفريق، لكن رايلي ما بتكونش عارفه المفروض تروح لاصحابها ولا تروح مع فالنتينا. لكن توتر بتقول لهم محتاجين صحاب جداد، يا اما هنبقى لوحدنا في الثانوي. وداس التوتر على لوحه التحكم وخلت رايلي تروح مع فالنتينا وتسيب صحابها. وفرح بتتضايق وبتقول لها ايه اللي انت عملتيه ده، انت سبتي اصحابنا واقفين. لكن توتر بتكون شايفه انها لما تدخل جوه هتتعرف على اصحاب كتير. لكن فرح بتقول لها بصي دي اخر ايام لينا هنقضيها مع بيري وجريس. وتوتر بتقول لها ان ال3 ايام دول هم اللي هيحددوا مستقبلنا في المدرسه الثانوي. لكن فرح بتقول لها انت شكلك بتحبي تكبري المواضيع. وتوتر بتكون شايفه ان كل واحد هنا ليه دور، وان انت بتفرحيها وحزن بتزعلها وخوف بيحميها، اما انا فبحميها من كل الاخطار اللي هي مش شايفاها، يعني بحذرها من المستقبل وبخطط له. وبتطلع توتر حاجه جديده من لوحه التحكم فرح ما بتكونش عارفاها، وتوتر بتعرض لهم عليه معلومات فريقها جمعها وحط لهم فيه كل السيناريوهات المتوقعه. وبتقول لهم ان لو قضينا المعسكر كله ضحك مع بري وجريس مش بس شكلنا هيكون فاشل قدام فال، ده كمان احتمال ما نعجبش المدربه وما تضمناش لفريق فاير هوكس، وفي ثانوي هنبقى لوحدنا وهناكل لوحدنا، والمدرسين بس هم اللي هيعرفوا احنا مين. وبتخاف كل مشاعر رايلي القديمه، بس فرح بتقول لها دي قصه خزعبليه مش ممكن تحصل. وبتقول لتوتر هو حماسك ده عاجبني بس انتي افورتي قوي وان كل ده مستحيل يحصل. فتوتر بتقول لها وهي محرجه شويه ماشي انتي الرئيسه اللي تشوفيه. وبتدخل المقر ضيفه جديده بس بتبقى عجوزه جدا، وبنعرف ان اسمها حنين. وتوتر بتمشيها وبتقول لها ايه اللي جابك هنا يا طنط، لسه بدري قدامنا يجي 10 سنين لما البنت تتخرج وتشتغل وتكبر وبعدين تحن الايام زمان. وبتمشي طنط حنين وغيره بتتكلم وتقول لهم يا ريت نركز شويه، فالنتينا واخدانا على الاوضه اللي فيها بنات الفريق كلهم. وبتدخل الاوضه وبتقول غيره شكل البنات كول قوي، وشمئزاز بتقول وكبار قوي. وفالنتينا بتعرف رايلي على الفاير هوكس وبيرحبوا برايلي، وبتسالها بنت من الفريق انت منين من ميشيغان. ورايلي بتتوتر لانها من مينيسوتا وما بتكونش عارفه ترد، بس توتر بتتدخل وتخرجها من الموقف. وبتعرض عليها فالنتينا لو تيجي تقعد معاهم. وفرح بتبقى شايفه ان مفيش مكان لبري وجريس، وبتقول رايلي لفالنتينا انها لازم تحجز لاصحابها مكان وبتشكرها. وبتكون توتر متوتره وخايفه انهم ممكن يندموا على الفرصه اللي ضيعوها. ورايلي بتحجز لاصحابها مكان وبتوصل بري وجريس وبيحضنوا بعض وبيكونوا مبسوطين جدا. وفرح بتسيطر شويه وبتعمل لهم جو لذيذ، وبتوصل الكابتن وبتطلب منهم ان هم يقعدوا عشان هيشتغلوا. وبتكون رايلي واصحابها لسه بيهزروا ورايلي مش واخده بالها، وبتتضايق منهم المدربه ان هم مش ملتزمين. وبتقول لهم ان اول حاجه هنا في المعسكر هي تركيزكم، لازم الانضباط، وده معناه ان مفيش موبايلات كلكم. والكل بيتضايق من رايلي وبيلومها، والمدربه بتسكتهم وبتقول لهم ان ده تدريب وشغل مش جايين تتصوروا ولا تلعبوا. وبتوجه كلامها لرايلي وبتتحرج رايلي جدا وبتسحب الموبايلات من البنات كلها، وبيكونوا متضايقين جدا عشان رايلي هي السبب. وبتعرفهم المدربه ان هم هياخدوا الموبايلات اخر يوم. واصحاب رايلي بيقولوا لها واو الكوتش عنيفه. وبتحاول فرح تتصرف وتوتر بتقول لها انا ممكن اساعد، وبترفض فرح وبتقول لها مش وقته. وبتضحك رايلي بصوت عالي والمدربه بتشوفهم وبتتضايق اكتر، وبتقول لكل البنات ان شغل النهارده زاد الضعف بسببهم. وبيتضايقوا اكتر واكتر من رايلي، واصحابها بيتهموا رايلي انها السبب. وتوتر بتقول لفرح برافو عليكي خليتي الكل يكرهونا. وفرح بتقول لها نقطينا بسكاتك وبطلي بقى. وبنشوف التدريب قد ايه صعب، وبنشوف رايلي وهي بتتمرن والمدربه بتقول لها بلاش لكاعه شد السرعه. وفي بنت بتقول لها كل ده بسببك انتي. والمدربه بتديهم بريك وبتقول لهم بعد الراحه اتقسموا فريقين. ووقت البريك بتسمع رايلي فريق فاير هوكس اللي بتحلم تنضم ليه وهم بيتكلموا عنها وبيقولوا ان شكلها مش هتكمل معانا. وتوتر في المقر الرئيسي بتكون متوتره جدا. وواحده تانية من الفريق بتقول فعلا اكيد الكوتش مش هتختار للفريق واحده مستهتره زيها. وبتزعل رايلي جدا من اللي سمعته وبتعيط. وغيره بتقول كان نفسي البنات يتكلموا عننا بس مش بالطريقه دي. وحزن بتطلب من فرح تقول لهم هيعملوا ايه، وفرح بتكون مش عارفه. وتوتر بتقول انها عندها فكره، وهي ان لو كسبنا فالنتينا في صفنا كده كل مشاكلهم هتتحل. وبتروح رايلي تتكلم مع فالنتينا، وتوتر بتسيطر على روحة التحكم وتتولى هي الموضوع. وبتعتذر رايلي وبتقول لها انها مش عاوزه الكل يتعاقبوا بسببها، وانها حاسه بالذنب وانها بتقدرها وانها مش عاوزه ابدا تبوظ الدنيا. وفرح هي والمشاعر القديمه بتكون شايفه انها مقفره شويه، لكن توتر بتسكتهم. وبتكمل رايلي كلامها لفالنتينا وبتقول لها انها قائده فريق شاطره وموهوبه. وبتسكتها فالنتينا وتهديها وبتشكرها وبتقول لها ان الكوتش زودتها معاكي حبتين بس ده لمصلحتك. وبتقترح عليها انها تلعب معاها في الفريق. وبتفرح رايلي جدا وبتوافق، وكل المشاعر بتسقف
لتوتر وفرح ما بيكونش عاجبها اللي بيحصل، بس بتقول لها برافو عليكي، انا خدت لي جنب وانتي اتصرفتي، خليني بقى ارجع مكاني. لكن توتر بتمنعها وبتقول لها ان ده الجزء الاول من خطتي. وبتستغرب فرح وبتقول لها هو في جزء غيره؟ توتر بتقول لها الخطه الصح محتاجه نفس طويل. وبنرجع للتدريب وبتطلب المدربه منهم يتقسموا فرق وكل حد يختار الفريق اللي هيكمل معاه بقيه المعسكر. وبيري وجريس بيقولوا لرايلي ان هم متحمسين جدا لان هم اخر مره هيلعبوا السنه دي مع بعض. وفي نفس الوقت فالنتينا بتكون مستنيه رايلي تبقى في فريق فاير هوكس زي ما اتفقوا. وفي غرفه التحكم فرح بتقول لتوتر ان احنا وعدنا بيري وجريس، لكن توتر بتقول لها ان احنا لازم نشوف مستقبلنا وبتحاول تتدخل توتر، لكن رايلي بتفضل ثابته مكانها وبتقول لها فرح ان ده وعد وما ينفعش تخلف وعدها. وفجاه بتروح توتر وتقطع جوهر الشخصيه وترجعها فرح وبتشيلها توتر تاني وبيتخانقوا مع بعض. وبتاخد توتر جوهر الشخصيه وبترميه في الجهاز اللي بيبعتهم للعقل الباطن. وبتقول لهم توتر ان التغيير بيقلق، بس بصوا كده وبنلاقي رايلي راحت لفريق فاير هوكس وسابت اصحابها. وبتبص ورا لبري وجريس وبيكونوا مش مصدقين انها اختارت تكون في فريق تاني. وفرح بتتعصب جدا وبتقول لتوتر ان دي مش تصرفات رايلي. وتوتر بتقول لها ان دي رايلي الجديده. والغيره بتقول لها ان دي رايلي اللي مش هتبقى وحيده السنه الجايه. وتوتر بتكون عاوزه تعمل رايلي جوهر شخصيه جديد اللي هو رايلي بنسخه تانية متطوره. والمشاعر القديمه بتمنع المشاعر الجديده ان هم ينزلوا يحطوا اي حاجه في القناعات. وتوتر بتقول لهم يا ريت تسامحوني، انا كان نفسي اشتغل معاكم قوي قوي. وفجاه احراج بيمسك كل مشاعر رايلي القديمه. وتوتر بتقول لهم انها متاسفه وان رايلي كبرت ومحتاجه مشاعر متطوره عنكم وما بقتش محتاجاكم. وبتصدم فرح وبتقول لها انت هتكبتينا من غير سبب. وبتقول لها توتر فعلا دي فكره هايله. وبتحبسهم توتر في برطمان وبتقول لهم ان ده وضع مؤقت لحد ما تخلص رايلي مدرسه او جامعه او تتوفى. وبنشوف توتر وهي بقت متحكمه في مركز القياده وبتبقى عاوزه تغير كل حاجه وبتنزل للقناعات هي والمشاعر الجديده. وغيره بتسال توتر ازاي هنقدر نغير القناعات اللي اتبنت في 13 سنه، لكن توتر بتقول لها من حسن الحظ اننا مش هنبدا من الصفر. وبتزرع قناعه وهي انها لو انضمت لفريق فاير هوكس مش هتبقى وحيده. وبنشوف قد ايه القناعه اللي حطتها شكلها مختلف تماما عن اللي موجود. وبنشوف المشاعر القديمه وفي عمال واخدينهم للمكان اللي بتتشال فيه اسرار رايلي. وبنعرف ان هم بقوا مشاعر مكبوته وبتحاول المشاعر تخرج، لكن فرح بتطمنهم وبتحاول تهديهم وتقول لهم ان رايلي هتبقى كويسه. وبيشوفوا كلب كرتون كانت بتحب رايلي وهي صغيره وبيقول لهم على سر ان رايلي لسه بتحب الكرتون. وفرح بتكلمه وبتقول له هو انت تقدر تخرجنا؟ وبيفضل يغني وما بيعرفش يخرجهم. وبنشوف شخصيه تانية وبنعرف انه شخصيه في فيديو جيم وبنعرف ان ده كان فتى احلام رايلي. وبنشوف كمان سر رايلي الغامض. وبتحاول فرح تقول لهم ان في مشاعر لئيمه استولت على المقر الرئيسي وبتطلب منهم يخرجوهم. والكلب الكرتوني بيقول لهم احنا هنفتح البرطمان وانتوا هتخرجونا من الحبس. لكن الفارس بيقول له لا احنا مش مفروض نغير اقدارنا. وبتتصرف اشمئزاز وبتحاول تشجع الفارس عشان يخرجهم من البرطمان، لكن برضه ما بيعرفش. واللي قدر يخرجهم هو سر رايلي الكبير. والكلب الكرتون بينادي على الجراب بتاعه عشان يساعدهم على الخروج وبيستخدموا ديناميت وبيكسروا الباب وبيخرجوا. والشرطه بتعرف ان هم هربوا وبيحاول الفارس انه يوقفهم، لكنه بيكون ضعيف حبتين. بس الصدفه قدرت انها تحبس الشرطه كلها وقدرت المشاعر تهرب. وبيكون غضب عاوز يرجع للمقر عشان ينقذ رايلي، لكن فرح بتقوله اللي فوق دي مش رايلي وان رايلي الحقيقيه في العقل الباطن وما ينفعش نرجع من غيرها. لكنهم بيعترضوا وبيقولوا لها ان احنا لو رحنا هناك ده خطر علينا. والشرطه بتكون هتمسكهم بس بيقدروا يهربوا منها. وبيسالوا فرح لو عارفه الطريق ولا هنتوه. وقلق بيقول لها توتر اكيد كان هيبقى عندها خطه. وفرح بتقول طبعا اكيد عندي خطه، مش توتر بس اللي بتعرف تخطط للمستقبل. وبيكون خطتها ان هم هياخدوا طريق شريان التفكير وهتكون رحله نهريه لحد العقل الباطن. وهناك هنلاقي رايلي اللي بنحبها ونرجع جوهر الشخصيه مكانه. وهقول لتوتر مش كفايه قلق عمال على بطال وهيحضنوا بعض في الاخر، وده طبعا كله من خيال فرح. وبيقول لها غضب بعدها هرميها من الشباك، بس هي بتقول له اكيد لا. وفرح بتقول لهم انا عارفه الطريق، انا وحزن جينا هنا قبل كده. بس بتلاقي الطريق مسدود وحزن بتعيط وبتقول ان كل الحاجات اتغيرت وبيتخانقوا. وبنعرف ان رايلي صحيت وبيستغربوا هم صحوها بدري ليه. وبيروحوا يشوفوا طريق تاني وبنشوف جوهر الشخصيه وهو بيبتدي يختفي في العقل الباطن. وبنشوف توتر وهي مصحيه رايلي بدري وبتقول لبقيه المشاعر الجديده ان عشان الكوتش تضمنا للفريق لازم نتمرن ليل ونهار. وبتسالها ملل مش احنا اصلا شاطرين؟ بترد عليها غيره بتقول لها بس الفاير هوكس محترفين. وبنشوف قد ايه رايلي بتتمرن جامد وبقوه. وبنشوف فالنتينا وهي داخله تتمرن برضو وبتقول لتوتر ان فال بتفكر زيها. وبتقول فالنتينا رايلي انها
وانها ليها نظرة مش بتخيب وانها هتبقى نجمة. وبنشوف ان مركز القيادة بقى فوضى وتوتر مش مكفيها اللي بتعمله، لا عاوزة تقرب لفال اكتر، وبتقول لهم غيرة خليها تسألها اسئلة عن نفسها وان الناس بتحب كده، وبتسألها عن اول سنة ليها عن نفسها، وبتقول لها فال ان كان كلها تمرين بس عرفت فيها اهم صحباتي، وبتعرض عليها فالنتينا انها تيجي معاهم النهارده هيتجمعوا وياكلوا ويغيروا مودهم شويه. وبتكون مشاعر رايلي الجديده مبسوطه، وبتيجي بري وجريس يسلموا على رايلي بس بتسلم عليهم من بعيد، وغيره بتقول مستحيل نخسر فالنتينا عشانهم. واخيرا مشاعر رايلي القديمه بتوصل لشريان التفكير، وبيركبوا قطعه بيتزا، وبتقول لهم حزن ان هم مش هيعرفوا يرجعوا خالص من الانبوبه لان لازم يكون في حد في المقر يسحبهم. وخوف بيقول لفرح لو توتر كانت هنا كانت هتحلها، وبيختاروا حزن عشان تتسلق الانبوبه لحد ما يوصلوا للعقل الباطن وتسحبهم للمقر. وبيلاقوا لاسلكي وبتاخد فرح واحد وحزن واحد، وفرح بتشجع حزن انها هتقدر تعمل كده. وبنشوف رايلي وفالنتينا بتعرض عليها تاكل حاجه هي ما بتحبهاش، لكن مشاعر رايلي الجديده بيخلوها تاكلها عشان ما ينفعش تكسفها. وتوتر بتخلي غيره هي المسؤوله لحد ما توصل القناعات وتحط فيها قناعات جديده. وبنشوف رايلي وهي بتنافق وبتاكل حاجه هي ما بتحبهاش. وبنشوف مشاعر رايلي القديمه من غير حزن، وبيركبوا بروكلي وبيكونوا في طريقهم للعقل الباطن. وبنشوف توتر وهي في القناعات وبتحط فيها قناعات غلط، وبتدخل رايلي جون، وبيكون فريق فاير هوكس فرحانين بيها جدا. وبتقول لهم المدربه ان ده كان تدريب هايل. وبتقول توتر ان اخيرا دي اللحظه اللي كانوا مستنيينها، سهر البنات لوحدهم مع صاحباتهم اللي في الثانوي. وبيقف الفريق عند اوضه وما بتكونش رايلي فاهمه هما واقفين ليه، وبتقول لها واحده منهم انها الاجنده الحمراء، وبتسالها رايلي فيها ايه، بتقول لها ده اللي بتكتب فيه الكوتش رايها عن كل اللاعبات الحلو والوحش واذا كانت عاوزاكي في الفريق او لا. وتوتر وغيره بيكونوا خايفين وعاوزين يعرفوا ايه اللي جوه، وبتروح رايلي معاهم وبتحاول تقلدهم حتى في مشيهم. ولما بيقولوا حاجه تضحك رايلي ما بتكونش سمعتها، بس توتر بتخليها تضحك بشكل مبالغ فيه فبيبان شكلها غريب وسط الفريق. وبنرجع لفرح والمشاعر وهم في الطريق، وبيفضل خوف يقول لها ان توتر كانت هتحسبها، وبنعرف ان خوف معجب بتوتر. وبتقعد رايلي مع الفريق وبتسالها واحده منهم هي بتحب تسمع لمين، وبتفكر رايلي وبتقول توتر ان الغلطه بفوره، فبتقول اسم فريق. ففالنتينا بتقول لها كنت بحبهم قوي وانا صغيره وكنت بشتري كل اسطواناتهم. فبتقول غيره لازم نقول فريق تاني يكونوا بيحبوه. وبيجمعوا كل ذكريات رايلي عن الموسيقى، وده بيساعد حزن انها توصل اسرع. وفعلا حزن بتوصل لمركز القياده وبتقدر تستخبى، وبتقول لها بنت من الفريق بسخريه معقوله لسه بتسمعي الفرقه دي. وتوتر بتتوتر جدا فبتتدخل ملل، ورايلي بترد معقوله هم لسه يجننوا. وبيحصل انهيار لشريان التفكير، وبتنط المشاعر بسرعه قبل ما يقعوا وما بيكونوش فاهمين ايه اللي حصل. والمشاعر بتتوتر لكن فرح بتحاول تتصرف وبتطلب المساعده. وبنعرف ان الشق اللي حصل في شريان التفكير ده اسمه شق السخريات، وعشان كده العمال اللي في الاتجاه التاني بيفتكروا فرح وخوف بيتريقوا عليهم وما بيرضوش يساعدوهم. ورايلي بتتريق على الفرقه اللي هي بتحبها مع الفريق، وساعتها بتيجي بري وجريس وبيستغربوا ان هي بتتريق عليها، وبيقولوا لها دي فرقتك المفضله احنا حضرنا الحفله بتاعتهم سوا. فبتتدخل ملل ورايلي بتتريق اكتر، فشق السخريات ساعتها بيزيد، وبتقرر المشاعر انها تروح العقل الباطن مشي. وعند رايلي بري وجريس بيتضايقوا وبيمشوا، وبنشوف توتر وهي عماله تعك الدنيا اكتر، والفريق بيقوم عشان ينام. وبيقول لرايلي نامي كويس عشان ماتش بكره. وبتعرف رايلي ان ماتش بكره هو اللي هيحدد اذا كانت هتدخل الفريق ولا لا، وان فالنتينا دخلت الفريق عشان جابت جونين في الماتش ده، وانه بيتعمل اخر يوم في المعسكر. وغيره بتسال توتر ازاي هنلعب وجوهر الشخصيه لسه مش جاهز، وتوتر بتقول لها انه هيكون جاهز. وبتنزل قناعات تانية والموضوع بيبوظ اكتر، والمشاعر بتكون لسه تايهه وبيكونوا متوترين جدا. وفرح بتحاول توصل لحل، وكل المشاعر فضلت تضغط عليها لحد ما بتنفجر. وبتقول لهم انها تعبت، وبتقول لهم ان توتر عندها حق، وان احتياج رايلي ليهم اكتر مننا، واننا لازم نقبل ان دي الحقيقه. بس غضب بيقول لها يمكن تكوني غلطتي بس مش لازم تستسلمي، احنا لازم نكمل. وبيتصرفوا وبيقدروا يطلعوا فوق عشان يعرفوا الطريق. وغضب بيقول لها احنا معاكي على طول. وبنشوف جوهر شخصيه رايلي الجديد، وبتكون توتر بتخطط لدخولها الفريق عن طريق ماتش بكره، وبيحتاجوا مساعده ملل بس هي ما بتكونش مهتمه. وبتنادي توتر على احراج، واحراج بيكون عارف ان حزن موجوده في المقر، وبتكون خايفه احراج يعرفهم، لكن حزن بتتفاجئ لما بيخبيها بالكتب. والمشاعر القديمه بتعدي على ارض
الخيال، بس فرح بتكتشف انها اتغيرت خالص، وبنشوف فيها جبل حبايب القلب، ودي الناس اللي بتحبها رايلي، وطاحونة الاشاعات اللي بيكون فيها النميمة ومعلومات غلط، زي ان اوضة المدرسين فيها جاكوزي وحمام. وبنشوف قلعة المخدات وبيروحوا يشوفوها وبيلاقوا توتر وهي بتحط كل السيناريوهات اللي تخلي رايلي تتوتر وخيالها ممكن يقضي عليها. وبتتدخل فرح والمشاعر وبيحطوا سيناريوهات تخلي رايلي احسن، وبتعرف توتر ان فرح هي اللي بتعمل كده، وبتبعت حراس العقل يمسكوها. وفرح بتقول لموظفين قلعة المخدات ما تسمعوش كلامها، هي بتستغل خيالكم عشان تغير شخصية رايلي. وتوتر بتقول لها انها مش عاوزة غير ان رايلي تبقى مبسوطة، ففرح بتقول لها لو عاوزة رايلي مبسوطة وقفي اللي بتعمليه فورا. وكل العمال بيوقفوا معاها وبيبدأوا يرسموا خيالات إيجابية. وغضب بيقول للعمال ان توتر عاوزاكم ترسموا بس في كوابيس، والكل بيعترض على توتر وبيقفوا مع فرح. وبتهرب المشاعر قبل ما حراس العقل يقبضوا عليهم، وبيجروا بسرعة ويمسكوا في بالونة وبيهربوا. وفي مركز القيادة بتكون توتر شايفة ان فرح مش فاهمة حاجة، وان لازم يكون في تخيلات عشان يستعدوا الماتش بكرة، ويا اما الكوتش تضمنا لفريق فاير هوكس يا اما هنكون فاشلين. وبتكون توتر بتتمنى تقرأ افكار الكوتش عننا، وبتقترح غيرة انها تقرأ الاجندة الحمراء بتاعتها. وبتصحى رايلي بالليل وبتخليها تتسحب للمكتب عشان تقرأ اللي مكتوب في الاجندة، وبيخلوها تروح وبتسمع حزن اللي بيحصل. وبتكلم فرح على لاسلكي وبتقول لها اللي بيحصل، وبتطلب فرح من حزن انها تمنعهم، وبتقول لها حاولي محدش يمسكك، وبتنادي حزن على احراج بس هو ما بيردش. وبنشوف رايلي وهي بتدخل المكتب بتاع الكوتش وبتكون خلاص هتتمسك وهي جوه المكتب، لكن في اخر لحظه محدش بيشوفها. وبتتصرف حزن وبتاخد من ملل موبايلها وبتخلي رايلي تعيط وما تفتحش الاجنده. وبتعرف توتر ان حزن في المقر وبيدوروا عليها، وتوتر بتلاقيها وبتقول لها انا عارفه ان التجسس على حاجه غيرنا مش صح. بتقول لها حزن ان رايلي عمرها ما كانت كده، بتقول لها مش مهم هي كانت ايه، المهم نركز هي هتكون ايه. وبتاخد منها الموبايل وبتخلي رايلي تشوف الاجنده، وبتمسك حزن وتبعدها عن لوحه التحكم، وبتتحدف افكار على فرح والمشاعر، وبيكسروا اللي يقدروا عليه من الافكار الغلط اللي زي انها ما تبصيش لزمايلها او انها تستفز الفريق المنافس. وتوتر بتقول لهم ان هم محتاجين افكار اكتر، وبتظهر فكره كبيره والمشاعر القديمه بيمسكوا فيها عشان يقدروا يخرجوا. وبتكون فرح عاوزه تكسرها عشان ما توصلش لرايلي، لكنها بتكون طريقهم الوحيد للخروج فبتسيبها وبيقدروا يخرجوا، ولكن الفكره بتكون وصلت لرايلي. وبنشوف المشاعر القديمه وهم خلاص داخلين على العقل الباطن. وتوتر بتشغل الفكره وبنشوف رايلي وهي بتعمل خصله من شعرها حمراء زي فريق فاير هوكس، وبتشوف اصحابها لكنهم مش بيسلموا عليها. وبيجي فريق فاير هوكس وبتسالها فالنتينا اذا كانت نامت امبارح ولا لا، فرايلي بتقول لها لا طبعا. وتوتر بتكون عاوزه تخلي رايلي تجيب 3 اجوان عشان تكون افضل كمان من فالنتينا. وملل بتسال ازاي رايلي هتجيب 3 اجوان، بتقول لها توتر ان رايلي الجديده هتقدر على اي حاجه، وبتنزل تحط حاجه جديده في القناعات. وخلاص بتكون المشاعر القديمه قربت توصل، وبتقول لهم ان جوهر الشخصيه فوق جبل الذكريات، وفرح بتوصل له بس خلاص بيكون بيموت. ولما الجوهر الجديد اللي صنعته توتر بيجهز بتحصل حاجه غريبه، بتكون القناعات دي انها فاشله. وبتسمعها فرح وبتكلم حزن عشان تسحبها، بس حزن بتكون مربوطه ومش عارفه تعمل حاجه، وبتحاول تنادي على احراج عشان يساعدها وبيساعدها فعلا. وفعلا بتكون خلاص هتسحبهم لمركز القياده، بس توتر بتكسر الانبوب كله، وده بيكون طريقهم الوحيد للرجوع. وفرح بتصدم وبتمشي وبتسيب المشاعر وبتقعد تقلب في الذكريات، وبتكون شايفه انها اكيد في حاجه مهمه اتنست في ذكريات رايلي. واشمئزاز بتسالها ايه اللي هنعمله، بتقول لها انها ما تعرفش، وانها فشلت انها توقف توتر، وان رايلي كبرت فجاه، جايز ده اللي بيحصل لكل اللي بيكبروا. والفرحه نورها بيطفي، بس اللي هي تعرفه ان لو الجوهر مرجعش للمقر حالا رايلي هتخسر نفسها. وبيبدا الماتش وبنشوف قد ايه رايلي بقت انانيه، بس دخلت اول جون. وغضب بيكون عنده فكره بس هي مش عاجباه، وبينده على الجراب اللي كان مع الكلب الكرتوني وبيطلب منه حاجه تساعده، وبيحاول يطلع منه اي حاجه، وبيطلع ديناميت كتير. وبيكون عند فرح فكره، وبنرجع لرايلي اللي مش شايفه غير نفسها وعماله تبعد الكل واكنها بتلعب لوحدها حتى فريقها. وتوتر مش موقفه اللي هي بتعمله وبتبرر لنفسها كل حاجه. والفريق بتاع رايلي ابتدى يتضايق منها جدا، وبيكون فاضل جون واحد وتكون دخلت اجوان اكتر من فالنتينا. وبتكون فرح عاوزه تفجر الذكريات ويعوم وسطها لحد المقر، وبتسالها اشمئزاز ازاي هنخلي الذكريات السيئه دي ما تاثرش على القناعات. بتقول لها فرح انها ما تعرفش، وبيجهزوا وفعلا بيفجروا الذكريات دي كلها وبيتحركوا معاها. ورايلي بتاخد ايقاف دقيقتين، وبنشوفها قد ايه بقت عدوانيه ومش شايفه غير الاجوان، وبيكون في عقلها قد ايه هي فاشله. وبتكون خبطت في جريس صاحبتها فبتتوتر، وبتبدا توتر تكون مش عارفه تعمل حاجه، وابتدت كل حاجه تتدمر، وبتوصل المشاعر القديمه للقناعات، وبتبدا توتر تضغط اكتر
اكتر على رايلي، وبتروح كل المشاعر عشان يشيلوا جوهر الشخصيه الجديد من مكانه، وبتوصل باقي المشاعر وبيساعدوا بعض، لكنهم مش بيقدروا حتى يقربوا من توتر. بس فرح بتحاول توصل لتوتر وبتوصل لها فعلا، وفرح بتقول لها ان شخصيه رايلي توصل لايه دي حاجه ما تخصكيش، وبتطلب منها انها تبعد، وبسرعه بتاخدها وتبعدها عن لوحه التحكم، تحط جوهر الشخصيه القديم، وبتعتذر توتر لفرح وتقول لها انا ما كنتش عاوزه حاجه غير اني احمي رايلي، وان معاكي حق لاننا مش دورنا ان احنا نقرر لرايلي هي هتبقى ايه. ساعتها بتفتكر فرح انها كانت بتتحكم في اللي المفروض رايلي تكون عليه، وبتقرر تمحي الذكريات الوحشه وتخلي الذكريات الحلوه بس، وبتعرف ان هي كمان بتتصرف غلط، وبتشيل جوهر الشخصيه اللي هي حطته بنفسها، وبتبدا تتكون قناعات جديده وجوهر شخصيه من الذكريات اللي جت من العقل الباطن من غير تدخل اي حد، وبتحضن جوهر الشخصيه، وبتبدا رايلي تهدى، وبري وجريس بيدخلوا يطمنوا عليها اذا كانت كويسه ولا لا. بس هي بتقول لهم انها مش كويسه، وبتقول لهم انها كانت نادله قوي معاهم، وبتعرفهم انها خافت لما قالوا لها ان هم هينقلوا من المدرسه، وبتعتذر لهم وبتقول لهم لو عاوزين نفضل اصحاب، بس بتطلب منهم يسامحوها، وبيسامحوها فعلا، وبتعيط رايلي وبتحضنهم، وبتظهر اضواء كتيره وبتكون من فرح للوحه التحكم، وبنعرف ان رايلي محتاجه وجود فرح. بتروح فرح للوحه التحكم وبتلعب رايلي، وبتكون سعيده جدا، وبترجع رايلي لطبيعتها، وبنشوفها وهي قاعده مع فالنتينا وفريق فاير هوكس ومتحمسه للنتيجه اللي الكوتش هتعلنها النهارده لو هي معاهم في الفريق. وبنلاقي توتر دخلت من تاني وبتحاول توتر الجو كالعاده، وفرح حددها وقالت لها ان اكيد انضمام رايلي للفريق مهم، بس احنا في ايدينا ايه يتعمل، وبنشوف قد ايه المشاعر بقوا بيكملوا بعض ومتفاهمين. وفالنتينا بتقول لرايلي ان لو ما دخلتيش السنه دي جربي تاني السنه الجايه. ومشاعر رايلي بتقول لنا مميزاتها، وانها دحيحه وحريفه في الهوكي، واحيانا بتطلع في دماغها افكار زي الهباب، وان كل الحاجات دي سوا هي اللي بتكون شخصيه رايلي، وانها مش مثاليه بس جوهرها صافي. وبينتهي الفيلم على رساله قبولها في الفريق، وبكده فهمنا ان القلق مش عدو بس مش المفروض يسيطر علينا. ويمكن كلنا بنعدي بلحظات بنحس فيها اننا مش كفايه، بس الحقيقه انك مش مطلوب منك تكون مثالي، مطلوب منك تكون انت وبس. ودي هي كانت الخلاصه. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واكتبولي في الكومنتات حابين الخص لكم ايه الفيديو اللي جاي. سلام.